السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي في مطبخي، مطبخ أسيل البليدية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مسيتكم بأنوار النبي، توحشتكم بزاف حباباتي. شوفوا الفيديو اليوم رائع رائع. بريوش الشهدة عائلية تكفي لجميع أفراد العائلة. بقاو معايا تشوفوا الطريقة والمقادير. هنا حبيت نذكركم بالفيديو السابق اللي ما شفتوش وما كنتش تشوفوا لي فيديو وراكم تراطيو. شوفوا من اروع الفيديوهات، خبز عجينه تصلح لجميع انواع الخبز. شوفوا الخبز بسم الله ما شاء الله. اللي حبت تشوف الطريقه ترجع للفيديو السابق. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. نرجعوا للفيديو تاع البريوش تاع الشهده. شوفوا درت كاس سخون تاع حليب وزدت كاس بارد، صافي زوج كيسان حليب. درت زوج مغارف تاع السكر ومغرفه تاع خماره. طبعا هذا يجي حلو. مع الاول درت له غير باش يتفاعل ومن بعد نزيد له 3 مغارف. المجموع نديروا له 5 معالق تاع سكر. درت له البلون دوف، نحيت هذاك صفار البيض باه ندهن والبياض درته في العجين. ودرت لها مغرفه تاع حليب غبره، حليب باودر. عندك ديريه، ما عندكش تستغني عليه. درت له مغرفه تاع لافاني والقرصه ملح، شفتوني على راس المغرفه، ونص كاس زيت. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ساهل ما في حتى خدمه. وبديت نلايم فيه. هنايا ما عطيتكمش مقادير الطحين، الفارينه ديري غير تلايمت لك. درت لها عفوا ساشي تاع لا ليفور شيميك، كيس خميره الحلويات. ودورت البيتخا، انا عجنته بيدي ليه بالبيتخا، وانتي تقدري تعجنيه بيدك. بقيت نزيد في الفارينه حتى تلايمت لي العجينه. ماشي شرط عليك البيتخا، برك انا راني عندي مشكل في يدي كما قلت لكم، مانيش نجم نخدم بيدي، نعاون روحي بالبيتخا. شوفوا نبقى نزيد لها في الفارينه غير تلمت. بعد ما تتلم نكون حاطه ملعقه زبده في حراره الغرفه، نزيدها لها، ندخل ديك الزبده مليح مليح في العجين. قلت لكم بريوش رائع. يوالم العطله، راكم عارفين وليداتنا لازم لهم كل يوم حاجه للقوتي. هايل. هذه السوا ياكلوا فيها يومين. ها هي المغرفه تاع الزبده، ندخلها ندورها ونخليها تدخل مليح في هذاك العجين. ما عندكش تحطيها على سطح العمل، ما عندكش البيتخا، حطيها على سطح العمل العجين وبدا يدخلي في ديك الزبده بالعقل وتدلكي غير دخلت. شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله، عجينه رائعه. شوفوا درت لها دهنت هذاك الريسيبيون بالزيت، لايمتها، نغطيها ونخليها تخمر. راهي سخانه هذو اليامات. نص ساعه انا خمرت لي الله الله. بعد نص ساعه نولي معاكم. درت لها بابي فيلم كما راكم تشوفوا، كيس بلاستيكي، وغطيتها بسربيته ونخليها دوك نص ساعه نولي ليها. تشوفوا القوام تاعها، شفتوا في اول الفيديو. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، خرجت من الصحن تاعها. هذا يدل على نجاح العجين. نكتب لكم المقادير، نعاود نكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله الا ما نسيتش كما العاده. وديروها وسيوها لوليداتكم. راكم عارفين البريوش يحب الدليك. ما عندكش البيتخا، اقعدي دلكي فيه 10 دقائق فوق طاوله العمل. هنا بعد ما ديغازيت هذيك العجينه حطيتها فوق الطابله ونبقى نقسم فيها. انا درت كويرات بحجم 50 غرام. ديري 60 70 غرام، عينك ميزانك. شوف قد يدي الداخل نكورها كشغل كويرات هذوك تاع المعارك. حاجه سهله ما فيهاش. نكورها كلها كويرات بنفس الحجم. هاهم بعد ما كملتهم نبدا نحشي فيهم. هنا انا حشيتهم بمربى، كان عندي مربى توت. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، اختي بعثت لي هذا مربى التوت، الرائحه تاعو تشهي. اي تشهي قلت ندير به البريوش. تقدري هنا تعمريه باي مربى عندك، ولا شوكولاته اختيني او هذيك اي حاجه، مرسو شوكولا في الوسط حطيه. راكم عارفين ولادنا يحبوا الحاجه المحشيه. شوفوا جبت هذيك السنيوه تاعي ودهنتها بالزيت وبقيت نحط فيها اي سنيوه عندك ديري فيها. نحطهم. شوفوا نغلقهم كامل، نحشيهم، نشد هذوك الاطراف ونحاول نكورهم مليح، نزيرهم
ونحطهم وحده قدام وحده باش كي يتنفخوا ما يبقاوش هذوك الفراغات. هنا هذاك الصفر اللي نحيته من الاول، هذه السنيوه راهي كاينه متواجده في جميع البيوت. درت هذاك الصفار جون دوف، درت له شويه حليب ضربته كيما شفتوني. هنا عندي لوزي فيلي وشويه، وطبعا اختياري، تحبي ترشي عليهم تحبي تخليهم، هذه التزيين حاجه ترجع ليك، واللي عندك في الدار ديريه. ديري الكاوكاو ايفيلي سمسم. دوك تشوفوا انا ندهنهم، شوفوا دهنت الصفين الاولين هذوما باه ما ينشفليش البيض، حتى نرش عليهم اللوز باش نزيد ندهن الصف الثاني. شوفوا درتو بالخلاف، حبه درت فيها السمسم وحبه درت فيها اللوز ايفيلي. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخير وتخلوا لي رايكم، ما تبخلونيش، وبارطاجيو لي الفيديو لو حبيتو. راني ندير لكم فيديوهات سهله وسريعه اقتصاديه، على بالي بلي تحبوا الاقتصادي، وراني نسرع لكم مانيش باش تشوفوا الفيديو الاخير وتعموا الفائده. شوفوا هنايا بعد ما كملتهم دهنتهم كامل، شوفوا ندني لكم السنيوه، شوفوا كيفاه درت اللوز وحده وحبه درت فيها قلت لكم تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش المكسرات. شوفوا بعد ما خمرت الله يبارك راني شعله الفور 180 درجه من التحت حتى طيب من التحت كامل، وانا الفور تاعي نلقاها طايبه من الفوق ومن التحت. بعد ما طيب من التحت شعلوا لها من الفوق تاخذ هذاك اللون الذهبي. شوفوا الله يبارك شحال شابه. شوفوا غطيتها بالسربيته 5 دقائق ومن بعد نحيتها. شوفوا بعد ما نحيتها من السنيوه الله يبارك حبيت نرشها بشويه سكر غلاس، وقلت لكم هذا التزيين يرجع لكم. شوف بسم الله ما شاء الله والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. نوريها لكم، شوفوا كيف تجي مع الاطراف عاليه. شوفوا الله يبارك. انا هذه درتها في التيك توك وفي الفيسبوك، الصوره النهائيه كامل طلبتوا الوصفه. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الوصفه وتدعموا لي القناه، لاخاطش بديت نفشل. راكم تشوفوا شحال راني نطول باش ندير لكم فيديو. نوريها لكم الداخل، جات مورقه من اروع الوصفات. شوفوا الله يبارك كيفاه شيشه طريه بونج هايله هايله، غير تسييها اول مره تولي معتمده عندك. انا نديرها لكم شحال من مره راني دايرتها في القناه بشحال من طريقه. شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله، جات مرقه لداخل. نفتحها لكم من الداخل تشوفوها شحال هايله. راني دايرت لكم فيديو بطيء باش تشوفوا. شوفوا الله يبارك ما شاء الله والحمد لله حمدا كثيرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ابقوا على خير حبيباتي، احبكم في الله، الى اللقاء.